السلام عليكم. ازيكم يا امارات؟ النهارده هنعمل مع بعض الجبنه القديمه. هنعرف ازاي نخزنها من السنه للسنه بدون ما تدوب منك او تتهري، وكمان هنعرف ازاي نعالج المش من البيت بدون ما نحط له اي اضافات، وكمان ازاي يحافظ على الجبنه من السنه للسنه بدون ما يعمل ريحه ويفضل معاكي نضيف طول السنه. ويلا بينا نبدأ. واول حاجة هنجيب شوية من الملح ونضيف عليهم معلقة كبيرة من الشطة. ودور الشطة هنا ان بتحافظ على المش ما يظهرش فيه اي حاجة زي السوس مثلا والدود والكلام دوت اللي في معظم الناس تبص تلاقيه ظاهر عندهم في المش، فبتحافظ لك على المش يفضل طول السنة نضيف كده ما يظهرش فيه اي حاجة، وبالتالي الجبنة بتطلع معاكي نضيفة. وبعد كده هجيب طبق فاضي عشان احط عليه المصفى. ودلوقتي هغلف قطع الجبنة بالملح كده من كل الجوانب كده. طبعا تغليف الجبنة بالملح بيخلي الجبنة تنزل المية الموجودة فيها وكمان تبقى جامدة، فبالتالي لما احنا بنخزنها في المش بتقعد معاكي مسافة طويلة، ما بتتهريش ولا بتدوب ولا بيجرالها اي حاجة. وكمان الجبنة لما تيجي تشتريها تخلي بالك ان انت تجيبي الجبنة ما تكونش طرية قوي عشان خاطر ما تبقاش شاربة مية كتير وتوزن معاكي. ودلوقتي بعد ما غلفت كل كمية الجبنة اللي موجودة معايا هسيبها لحد تاني يوم لحد ما تنزل كل المية اللي موجودة جواها. يعني انت لو انت غلفتيها بالملح الظهر تسيبيها لحد تاني يوم الظهر. نركنهم بقى كده على جنب ونروح عشان نجهز المش. ودلوقتي معانا جردل المش. طبعا الجبنة اللي فيه خلصت طبعا هنعمل جبنة جديدة اللي احنا غلفناها مع بعض، بس طبعا قبل ما نحطها في المش هنعمل شوية خطوات كده الاول. واللي انا ماسكاها في ايدي دي طماطم خضراء. دي طماطم خضراء. الطماطم دي هقولك على فايدتها دلوقتي، بس هنا دلوقتي عندنا الجردل هنصفيه ونطلع كل الحاجات اللي متخللة في قلبه دي الاول، وبعد كده هنبدأ نشتغل في المش. ودلوقتي جبت حلة وحطيت عليها المصفى وهبدأ اخد شوية بشوية كده من المش واصفيه. ودي الطماطم اللي كانت موجودة في المش انا خدتها كده على جنب لان هي ما لحقتش تتخلل اصلا تتحدق، لان هي كان بقالها يومين بس كنت لسه حطاها، فانا هاخدهم كده على جنب عشان ابقى ارجع احطهم تاني. اما فدول طبعا قدام جدا اتحدقوا، دول طبعا من السنة اللي فاتت. ودي شكل الطماطم بعد ما اتخللت. الطماطم دي فايدتها بتخلي المش مفيش فيه العيدان السمراء اللي بتبقي تشوفيها عايمة على وش المش، بتمنع وجوده تماما. وده قشر استفندي وقشر برتقان اهو، ده قشر برتقان. الحاجات دي بتطعم المش جدا وكمان بتديله نكهة جميلة جدا. وطبعا معانا هنا قرون شطة حمراء وممكن تفرميها وتحطيها، وممكن تحطيها بحالها لو انت بتحبي تاكليها. الطبق ده طبعا هشيله على جنب كده عشان نستخدمه. ودلوقتي انا هنقل المش في حلة تانية تكون اكبر شوية عشان انا هاخده اغليه على البوتاجاز. وقبل ما ارفعه على البوتاجاز هضيف له نص كوباية كده من العسل الاسمر. وطالما ضفنا عسل يبقى لازم نحط معلقة كبيرة من الملح، وفايدة العسل هنا بيعزز طعم المش. وبعد كده بنرفع المش على البوتاجاز ونسيبه يغلي كده لمدة 10 دقايق، وبعد كده بنطفي عليه. يبقى احنا كده طفينا عليه وفي نفس الوقت عملنا الجبنة جهزناها وغلفناها بالملح. بنسيبهم كلهم كده لحد تاني يوم المش يكون برد خالص، وفي نفس الوقت يكون الجبنة نزلت المية الموجودة جواها وبقت جامدة كده ومتماسكة. ويا ريت يا امارات اللي وصل معانا لحد هنا ما ينساش يدعمنا باللايك، واللي اول مرة يشوفنا اتمنى ينورنا في القناة. وشوفي بقى معايا امارات الجبنة تاني يوم نزلت كمية قد ايه من المية. وبالنسبة للمية اللي نازلة من الجبنة ديت تقدري ان انت تزودي بيها المش لو هو عندك تقيل، او مثلا المش عندك حبة صغيرة تقدري تزودي بيها، بس لازم الاول يتغلي ويبرد وبعد كده تزودي بيه المش. ودلوقتي انا غسلت الجردل ونشفته وبعد كده برص فيه الجبنة.
وفايدة غليان المش يا أمارات عشان ما يعملش طبقة عفونة على الوش، وفي نفس الوقت ريحته بتفضل جميلة. وكمان لحد ما تيجي تفتح عليه بعد شهور أو بعد سنة هتلاقيه زي ما هو نضيف وحلو كده. والجبنة دي يا أمارات أنا كنت مخزناها السنة اللي فاتت، كان الكيلو الجبنة ب30 جنيه. تمام. وأنا مرضتش أنزله لكم إلا بعد ما الجبنة تحدق عشان أوريكم النتيجة. وفي نفس الوقت هي دلوقتي يعتبر أنا خزنتها الشتاء اللي فات وفتحت عليها الشتاء ده، بس طبعا أنا يعتبر فتحت عليها كمان، يعني دول اللي أنا لحقتهم في الآخر. يعني الجبنة كانت اتسحبت وقلت لازم اخد لقطة كده عشان تشوفوا المستوى اللي احنا وصلنا له من تخزين الجبنة الأول. فهي ما شاء الله زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، شايفة جامدة ومتماسكة وما شاء الله. اتخزنت فضلت زي ما هي، لا دابت ولا اتكسرت ولا اتهرت، متماسكة زي ما هي. ويا رب تكون النتيجة عجبتكم وكونوا استفدتوا بالفيديو بتاعنا بتاع النهاردة، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.